السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي تقدروا توجدوها في الدقيقة 90 قبل الفطور. انا هنا احتاجيت كميرة واحدة، تقدروا تضاعفوا الكمية. حيت لها القناة ديالها وقطعتها على نص كيف ما كتشوفوا في الفيديو، وعاود قسمتها على جوج. غادي ناخذ صينيه ديال الفران اللي غادي ندير لها ورق الزبده، وغادي نستف فيها الكميرات ديالي، وغادي نحيد لهم ديك البابه ولا داك اللب ديالهم. نخلي الكمير ديالي على جنب ونمشي نوجدوا الحشوه اللي غادي نديروها. في مقله سخونه غادي ندير 4 كاس ديال الزيت، حبه واحده ديال البصله اللي قطعتها بشكل طولي ورقيق، وغادي نضيف ليها حبه واحده ديال الفلفله حمراء اللي قطعتها حتى هي بشكل طولي، وفلفله خضراء. غادي نحرك هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، وغادي نخليهم يتشحروا لمده 5 دقائق. ورا ما تشحر لينا الخليط ديالنا غادي نضيفوا ليه معلقه كبيره ديال القزبر، نص معلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه صغيره ديال الملحه. هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم ونخليهم عاوتاني كيتشحروا مده ديال 5 دقائق حتى تبان لينا ديك الفلفله دبلات وطابت. مورا ما طابت الفلفله ديالنا والبصله غادي نطفيو عليهم ونخليوهم يبردوا. غادي نرجعوا الكميره ديالنا وغادي نعمروها. غادي نديروا اول خطوه اللي هي لاصوص ديال المطيشه. انا استعملت صوص جاهزه، تقدروا تقادوها في الدار. حاولوا نوزعوا لاصوص مزيان على الكمير اللي عندنا، ونبقاو على هذا الشكل حتى نساليوهم بربعه. الخطوه الثانيه غادي نوزعوا الفلفله ديالنا اللي شحرناها من قبل هي والبصله على الكميرات ديالنا، ونضيفوا لهم من الفوق شويه ديال الطون. شويه ديال الزيتون كحل مقطع، وغنزينوا البيتزا ديالنا بالفرماج اللي حكيناه من قبل. اخر خطوه للتزيين اللي هي شويه ديال الزعتر اللي كيعطي واحد النسمه زوينه للبيتزا ديالنا. في الران درجه 175 مشعول غير من الفوق غادي ندخلوا البيتزا ديالنا وغادي نخليوهم حتى يذوب لهم داك الفرماج اللي في الفوق ونخرجوهم. وهكا كيكونوا لي بيتزا ديالنا وجدوا. وصفه اللي نقدروا نوجدوها في اخر الدقائق او الدقيقه 90 قبل الافطار، ما تاخذ لا وقت لا مجهود لا طاقه. النساء اللي كيكونوا خدامين وما عندهمش الوقت، وهكا باش نوعوا نيت في مائده الافطار ديالنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك، كومونتير زوين، تشاركوه مع الناس اللي كتبغيو، وبصحه وراحه.